السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد يا جماعة. النهاردة هوريكم احنا بنجمع الاس 30 ازاي. هو عبارة عن طقم رباعي، 2 بيزات اهم، تمام، بيستين اهم بالأطباق بتاعتهم. طبعا دوت ار سي اف 600 واط، تمام. وده هنا 215 وتويتر نيودينيوم. احنا في البداية هنا يا جماعة في الكارتة بتاعتنا. الكارتة ديت توي اللي بتقسم معانا في ملف لكل طبق، تمام. هنا في درايفر 18 او طبق 15 قصدي، نتكلم باللغة الدارجة بس عشان الناس تكون فاهمة. في هنا طبق 15 وهنا طبق 15، ففي هنا كابلين بيطلعوا لكل طبق، والتويتر بكابل، ما بنعملش لينك ما بين كل طبق والتاني. ودوت اللي طالع على السبيكون، تمام. فاحنا دلوقتي باذن الله هنشوف المكونات. احنا شفنا مكونات البيزا من هنا، هوريكم برضو من جوه واحنا بنقفل دلوقتي، او انا بقفل دلوقتي. كل هنا الربط بالمسامير الالانكيه زي ما انتم شايفين كده، كل الربط هنا بيبقى بالمسامير الالانكيه، تمام. هوريكم الطبق المستخدم في السماعه او في البوكس دوت عشان يديني الميد. طبعا التقفيل كله خشب كونتر، ما بنشتغلش بالام دي اف عشان الام دي اف دوت بيبقى ليه مساوئ، اللي هو بيفرول معانا ولو جه عليه ميه بيبوظ والكلام دوت. فاوريكم احنا بنجمع دلوقتي هنعمل ايه يعني هنجمع ازاي وكده، وهوريكم المكونات الاول، فخليكم معايا. بقى المكونات يا جماعه، ده عباره عن طبق 15 ار سي اف 400 واط، تمام. انا اخترت الطبق دوت لان نسبه او طبقه الميل بتاعته حلوه قوي. فلان هنا الكالونه عندنا توي مش 3 وي، يعني ما فيهاش ميدلو، فعشان كده اخترت الطبق، يعني اخترت السماعه ديت اللي انتوا شايفينها دي. والتويتر اللي موجود عندنا اللي هو تويتر النيودينيوم اللي هو ال74، تمام. هي نسبه وتناسب يا جماعه، لازم تكون فاهم البوكس اللي عندك دوت انت محتاجه في ايه. دوت بالنسبه للهايات في الاس 30 زي ما انتم شايفين كده اهو، تمام. اما في النسبه للبيزات دوت ار سي اف اللي هو 600 واط، تمام. فهوريكم من جوه الخزنه. طبعا مش اي سماعه تركب على اي كالونه، لان طبعا فيها نسبه وتناسب في الصوت والكلام دوت والاداء عشان تديك افضل كواليتي، فلازم دي طبعا حاجات متجربه. وهوريكم احنا بنربط بمسامير الالانكي هنا كده، تمام. هوريكم احنا بنربط بالمسامير الالانكي، تمام. وهوريكم كمان في حاجه كده عملتها برضو هتنفعنا برضو في الفيديو دوت. طبعا هنا ده هنا اللي هو الاس 30 اهو، مش عارف هيبقى باين ولا لا اهو، الدي بي اس 30. ده الشغل بتاعنا يا جماعه، ده الشغل بتاعنا. دي بس ايه اوريهولكوا قبل ما نقفل عشان نعرف بعد ما نقفل وهنسمع الصوت باذن الله في المكان اللي هو رايحه ان شاء الله. هعمل لكم برضو لايف من هناك، او هعمل لكم فيديو من هناك عشان ننزله على القناة عشان تسمعوا الصوت كامل. وهوريكم احنا بنقفل، او انا بقفل دلوقتي، بنقفل ازاي، نوصل الكابلات ازاي، الكلام ده كله. فان شاء الله باذن الله خليكم معانا عشان اوريكم المراحل كلها ان شاء الله. هنا يا جماعه مرحله البيز، دي البيزه من جوه، دي الكابينه من جوه، ده التصميم بتاعها. طبعا احنا كل المسامير الالانكيه زي ما انتوا شايفين احنا بنحط دبل فيس هنا. الدبل فيس دوت الوظيفه بتاعته اللي هو بيمنع ال 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 الرجة بتاعت الطبق، وبيبقى مطبع على الخشب من غير الزنة والكلام دوت مع البيز، لأن البيز هنا بيبقى عالي، فده بيحكم أكتر، وبيبقى السماعة مستريحة عليه أكتر، بيبقى الموضوع أحسن بكتير، تمام. زي ما انتوا شايفين كده. اوريكم بقى ايه واحنا بنقفل. دي الكابينة من جوه. طبعا لو لاحظتوا يا جماعة هتلاقوا ان الكابينة هنا متقفلة، ودي علبة الظهر. علبة الظهر ديت
بتبقى مقفولة، في ناس في التصميم بتاعهم بيخلوها مفتوحة. وبتبقى طبعا علبة الظهر صاج، فبتبقى مع الهوا والكلام دوت في بيحصل زنة فاحنا عالجنا الحتة ديت اللي احنا قفلناها من هنا، وقفلناها من الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده. تمام، عشان يكون كتم الهوا هنا مظبوط ويطلع من الفراغات اللي انتوا شايفينها ديت. تمام، فهنيجي دلوقتي اثناء بقى مرحلة التقفيل، اوريكم دلوقتي الاطباق لما بعد ما بتتقفل بيبقى شكلها عامل ازاي وكده. فان شاء الله باذن الله خليكم معايا. احنا هنا طبعا بنقفل البيزا اللي هي الاس 30. تمام يا جماعه، فخليكم معايا باذن الله. طبعا الدبل فيس هنا بيبقى عنصر مهم عشان يبقى الطبق مطبع، بدل ما هو ينزل على الخشب ويعمل زنة والكلام دوت، لا يبقى هنا نزل على الخشب ومربوط كويس، وفيه طبعا زي اللي هو بيدي سمك هنا اللي هو يطبع عليه، عشان هنا طبعا انتوا شايفين هنا المكان كله متفرغ هنا، فدي ممكن تعمل معاك زنة لو في مسمار مهوي او حاجة. فاحنا عالجنا القصة ديت. لما بصينا فوق في الطبق لما بيتحط المعدول فيه الكاوتش دوت، فالكاوتش ده برضو محطوط عشان الطبق لو اتحط على الوش بتاعه واتربط من الظهر بيمنع الزنة، فهم مش حاطينها كده يعني هباء يعني. فخليكم معايا ان شاء الله وهوريكم احنا ايه بنجمع الكالونة ان شاء الله، وهوريكم بعد التجميع الشكل بقى عامل ازاي، وبعد كده نتنقل للهياط وهوريكم التجميع بتاعها ازاي برضو. ده يا جماعة شكل البيزات بعد ما قفلناها زي ما انتم شايفين كده. الطبق هنا مطبع على الكالونة هنا، طبعا في الدبل فيس اللي شايفينه دوت، وكل المسامير هنا متقفلة مسامير ألانكي كلها بس براس صليبة هنا. تمام، في طبعا صامولة من جوه عشان تربط فيها، يعني الأخرام موجودة طبعا قبل كنت وريتكم أنا من شوية الأماكن بتاعت المسامير هنا محفورة في قلب الكالونة اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. ودي طبعا الدبل فيس اللي احنا حاطينه دوت بيعمل عازل ما بين الحديد والخشب عشان ما يعملش رجة، مثلا لو في مسمار عندك يعني ريح شوية او اتفك شوية او كده، فبيظبط الدنيا معاك زي ما انتم شايفين كده يا جماعة اهو. نيجي بقى بالنسبة للهياط، ادي الاطباق برضو متقفلة بنفس المسامير هنا، طبعا هي ستاندر على اماكن الاطباق، الشاسيه بتاع الطبق كله زي ما انتم شايفين. طبعا هنا لو لاحظتوا هتلاقوا ان الطبق هنا السمك بتاع الجوان اللي فوق مش كبير، لان دوت بيدي طبقة الميد العالية مش الطبقة اللي هي المنخفضة بتاعة الميد لو. لو احنا لاحظنا على البيزات هنا هتلاقوا ان الجوان هنا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة في انتفاخ عالي اهو، ده طبعا عشان الدرايفر كله او الورقة كلها بتتحرك فوق وتحت، فبيديله مساحة اكبر من طبعا الميد هنا. لو هنا برضو يعني الميد هنا طبعا يعني بيدي طبقة ميد عالية، فعشان كده احنا اخترناه هنا. احنا طبعا شغالين على كارتة توي، الكارتة ديت معمولة يا جماعة على حسب الدرايفرات ديت، يعني هي مطبوخة على حسب الدرايفرات دي، عشان طبعا انتوا عارفين ان الكارتة بتنغم وبتفلتر الصوت زي ما انتم شايفين كده. والتويتر طبعا الكارتة اللي موجودة هنا توي يعني شغالة على مسارين صوت، مسار بيدي التريبل العالي ومسار بيدي الميد، فعشان كده ديت توي. طبعا لو سريوي هتلاقوا السماعة اللي فوق ديت نوع، والسماعة اللي تحت ديت 15 بوصة برضو بس نوع تاني عشان تدي بيز. وطبعا هتلاقوا من جوه الكالونة هنا مش هتبقى مفتوحة، طبعا دي مفتوحة على ديت من جوه، لا
هتبقى فيه ديت هنا. يعني احنا لو جينا من جوه هنا كده تمام هتلاقيها كلها مفتوحة على بعضيها، لا ده هيبقى فيه فاصل بالعرض من هنا كده ما بين الجزء ده والجزء اللي فوق، عشان طبعا السماعة اللي هتبقى موجودة هنا هتبقى بتدي ميد لو او سنة بيز فيها، او الدرجة يعني العالية من البيز اللي بيبقى فيها صوت طبعا. فبيبقى الهواء اللي هنا تفريغ الهواء اللي هنا اكبر من تفريغ الهواء اللي فوق، فممكن الطبق دوت يأثر على الطبق دوت في الهواء، فالصوت مش هيطلع مظبوط. فعشان كده لازم يكون في فاصل لما انت تشتغل 3 واي يعني انت شغال هاي اللي هي التويتر، شغال ميد، وشغال لو او ميد لو اللي هي اللي تديك بيز مثلا. تمام. فدوت كان ايه طبعا ان شاء الله باذن الله هبقى اوريلكوا يعني هسمعكوا الصوت باذن الله في فيديو كامل لل للطقم دوت. الطقم دوت طبعا اللي هو الاس 30 اهو محفور هنا، دي علامة الدي بي، وهنا على الهاي علامة الدي بي اهي، ودوت اهي الدي بي، والشبك موجود عليه هنا. فاحنا خدنا الشبك هنا كده تلاقوا علامة الدي بي اهي، وعلامة الاس 30 تحت اهي، الاس 30 اهو. تمام. فدوت يا جماعة كان بس احنا بنجمع ازاي شغلنا. طبعا كل الخشب اللي هنا دوت خشب كونتر يا جماعة، كونتر 18 مللي. ما بنشتغلش احنا بالام دي اف، لان الام دي اف دوت بيبقى عبارة عن كرتون مضغوط، فللأسف لو جه عليه مية والكلام دوت فما بيبقاش الكفاءة بتاعته بتبقى كويسة. فاحنا طبعا لان احنا بنشتغل من مكان للتاني ومتنقلين كل شوية، فيعني كان لازم ان احنا ناخد الكونتر في الشغل بتاعنا عشان يستحمل معانا الشيل والحط وعمليات النقل المستمرة من مكان للتاني وكده. وده اللي انتوا شفتوه دوت يا جماعة اهو، ده كده اهو، ادي المتين اهم متقفلين بنفس القصة. تمام. وادي التويتر هنا اهو، تويتر نيودانيوم طبعا. السماعتين هنا السماعة 400 واط، هنا 400 و400 800 واط. وعندنا التويتر مثلا نقول مثلا حوالي 100، يبقى انت عندك 900 واط السماعة الواحدة اللي انت شايفينها ديت. تمام يا جماعة. فده كان فيديو سريع كده لكل الديجاوية عشان نشوف الاس 30 بيتجمع ازاي. طبعا الدبل فيس ديت مهمة، يعني جربوها مش هتندموا طبعا، لان ديت بتبقى مطبقة للطبق اكبر واكتر واحسن واثبت كمان للطبق، فبتبقى مطبقة عليه كويس جدا. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله باذن الله لو في حاجة في المجال بتاعنا مجال الدي جي عايزيني اعمل عليها فيديو، فياريت تبلغوني بيها. يلا اشوفكم باذن الله على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.